لله لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا. أنزل القرآن الكريم واضحا صدقا جليا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. إلهي يا خالق الخلق يا من لا شريك له، طوبى لعبد عاش الحياة بين الناس يهواك. إني لأعجب ربي ممن رأى في عيشه طرفا، من فيض جودك ربي كيف ينساك. وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله حبيب الله ومصطفاه، كان في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، أجود بالخير من الريح المرسلة، حين يلقاه سيدنا جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي شهر رمضان ويدارسه القرآن. رمضان أشرق فالدنيا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع. أيقظت قلبي فاستنار ميمنا شطر الهدى يرنو إليك ويسعد. سأصوم يومك خاشعا متبتلا وأظل ليلك قانتا أتضرع. يا منزل القرآن حسبك نفحة، هذا الكتاب المستبين الأرفع. الجمع الطيب الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا الملتقى الإيماني وفي عشر المغفرة من شهر رمضان المعظم. فمعنا في هذا المكان الموقر لتكريم الأمة الراحلة الكريمة بعد أن كرمت من رب العالمين وأرحم الراحمين، سائلين الله لها الفردوس الأعلى من الجنان، شاركة لأبنائها الحاج إسماعيل محمد والحاج توكل محمد ومعالي الأستاذ الدكتور رامي إسماعيل محمد في ليلة تكريم جدته الغالية، وبرقية عزاء من الحاج سميح توكل من المملكة العربية السعودية في أداء عمرة ببيت الله الحرام، مشاركة لعائلات أبو إسماعيل وعائلات أبو رية وجميع الأحساب والأنساب المرتبطة بصلتهم. تقدمون بأسمى آيات الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا. كل من خطى إلى هذا المكان لأداء واجب العزاء من داخل شركة الوزير الدولية تنقل لحضراتكم هذه الليلة القرآنية تحت إدارة محاسب محمد نبيل متولي المقيم بمنزل حيان مركزية، وصاحبنا مخرج الروائع القرآنية في هذه الليلة على الشبكة العنكبوتية الكابتن محمد حفني عامر بالشبراوين مركزية. يقودنا في هذا اللقاء القرآني قارئين جليلين من أعلام التلاوة في مصر والوطن العربي، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز السعيد النجم القرآني والعلم الكبير. أما الآن عملا بقول نبينا الحبيب الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارئنا الآن امتداد جامعة قرآنية عريقة، جامعة مولانا الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي، ينهل من نبعها الأجيال من القراء جيلا بعد جيل. حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة. فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، البصمة المشرفة على عرش التلاوة في مصر والوطن العربي، يتفضل فضيلته مشكورا، داعين الله لفضيلته التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وسع السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي
فمن بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فمن والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
اللي يصلي على العدنان.
كده يا شيخ.
واعلم أن الله عزيز حكيم مثل صدق الله العظيم. وكأن الضرب لحظات. نزل يا عم نزل يا عم. من أفضل النداء وخير الأسماء وتنزيل الله على سيد الأنبياء وتلا علينا من أخبار السماء ومن الزهرة الأولى من زهروي القرآن من صدر سورة البقرة أمتعنا بتلاوتها أحد عمالقة دولة التلاوة في مصر والوطن العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي النجم القرآني والعلم الإذاعي، إلى فضيلته جزيل الشكر وإلى حضراتكم جميعا كل من وفد علينا من السادة العمد والمشايخ والعائلات ورموز الواجب ورجال الدعوة من الأزهر والأوقاف، شاكرين لحضراتكم جميعا مشاركة العائلات أبو رية وعائلات أبو اسماعيل، مشاركين أبناء الراحلة الكريمة أعلام الواجب الحاج إسماعيل محمد والحاج توكل محمد، ومشاركة لمعالي الأستاذ الدكتور رامي إسماعيل والحاج سميح توكل من المملكة العربية السعودية، ومشاركين لكل عائلات أبو اسماعيل وأبو رية حسبا ونسبا وصيرا، يتقدمون بأسمى آيات الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا كل من وفد علينا ليشاركنا العزاء في ليلتنا القرآنية ننقلها لحضراتكم من داخل شركة الوزير الدولية لحفلات الكبرى بالجمهورية تحت إدارة محاسب محمد نبيل متولي والأستاذ أحمد نبيل متولي بمنزل حيان مركزية بمحافظة الشرقية. مخرج الروائع القرآنية في هذه الليلة وفي كل ليلة من ليالي كبار الجمهورية الكابتن محمد حفني عامر بالشبراوين مركزية بالشرقية، يكون معكم بإذن الله تعالى عقب صلاة المغرب بخدماته الفندقية المتر محمد ربيع بمنشأ الغالي. أحبتنا الكرام، شكر الله لكم جميعا وإنا لله وإنا إليه
إليه راجعون.